مفهوم الادخار يا دكتور في الاول؟ والله أنا بحييك على الأمثلة اللي حضرتك تناولتها في ألف شكر. البداية، شكرا. وبكل تأكيد يعني هو الادخار هو يعني أي دخل ممكن يحصل عليه الإنسان بعد الاستهلاك. يعني أنا بستهلك الأول، بكفي احتياجاتي الأساسية، وما يزيد عن الاستهلاك المفروض إن هو يوجه للادخار. والادخار هنا بمفهومه الشامل يعني هو مش بس ادخار أموال وخلاص، يعني مش فلوس وبس. ايوه. التعليم، الاستثمار في التعليم فهو ادخار في حد ذاته. التحسين مستوى الفكري والثقافي هو ادخار في حد ذاته. فالادخار بمفهومه الشامل يعني مش بس أموال وخلاص. والادخار بيفرق ما بين على مستوى الفرد يعني وعلى مستوى الدولة ككل. فأي زاوية من الزوايا نقصد بها الادخار. فلو احنا النهاردة بنتكلم على يعني الأفراد، القطاع العائلي يعني، فيفضل ان احنا نفرق ما بين الاستثمار وما بين الادخار.